السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم. إن شاء الله نقدم لكم اليوم هاد البسيطلات صغيورين مالحين بحشوة مالحة كيجيو زوينين ورائعين ولداد. تابعوا معايا الفيديو حتى النهاية ديالو. مرحبا بالناس جداد اللي انضموا للقناة، يتابوناو ويفعلوا الجرس باش يوصل كل جديد وكل مفيد. متابعة طيبة للجميع إن شاء الله. هنا في مقلة كناخد بصلة متوسطة نقردها رقيق بزاف، وكنضيف لها حتى واحد البورو حتى هويا مع شويه ديال زيت البلديه والروميه. كنخلي هادشي كلشي كيتشحر مزيان. كنضيف شويه ديال ليشو مقطع حتى هو رقيق، ونضيف الفلافل على حسب الموجود، يا اما صفراء وحمراء، الا ما توفرش ندير غير الحمراء. صافي كنخلي هاد العناصر كامله كيتشحروا مزيان وتا كطيب ديك الخضره. كنضيف معاهم تقريبا واحد 4 كاس ديال الماء، وكنخليه حتى كيتشحر عندي مزيان. وديك الساعه نضيف بقيه ديال المكونات. كيف ما كتعرفوا رمضان كيبغي الشهيوات وكيبغي شويه ديال هكا كل حاجه كنذوقوا منها. انا فضلت اليوم ندير لكم هاد البسيطلات هادو كيجيو رائعين بزاف. هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا ضفت شويه ديال الكفته ديال البقري. بالنسبه لي انا كناخذ الكفته ديال البقري بلا عطريه بلا حتى شي حاجه، وكندير لها العطريه لراسي. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا انا فاش شحرت هادشي كامل ما درت لا عطريه لا والو في الاول. وهنايا عاد باش درتها، يعني بالنسبه للعطريه عندنا شويه ديال الثومه بودره، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الابزار، عندنا شويه ديال الحار، صافي شويه ديال المليحه، والعطريه ديال اللحم الا كاينه، ما كايناش صافي بلاش. صافي هادشي كلشي كنحاول انني نخلط بيناتهم. وكنضيف شويه ديال الربيع، وكنضيف الفيرميسيل. بالنسبه للفيرميسيل شاريه فيرميسيل، كناخذ الماء يكون دافي، يعني ما يكونش طايب بزاف، يكون دافي، وكنرطبها فيه وكنخليها تقريبا واحد 10 دقائق ربع ساعه راه كترطب كتولي رطبه مزيان. صافي كنصفيها كنقطعها مزيان وكنضيفها معاهم هي في الاخير. ونحاول ان ندير شويه ديال الصوجه ونصحح الذوق، يعني الا كان خاصني شي حاجه ولا هذا يمكن انني نضيفها. الا كان صافي هذاك الشيء هو هذاك راه صافي كنطفي عليه وكنخلي الحشوه حتى تبرد تماما. وديك الساعه هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا كناخذ ورقه البسطيله كنديرها على شكل مربعات صغار، وانتم شوفوا الشكل اللي بغيتو ديروه. ما كتلاحظوا معايا بانني انا كناخذ الحشوه نديرها الوسط وكنجمع الجناب. ضروري ما كندير واحد الخلطه فيها شويه ديال العجينه، يعني فيها الطحين مع شويه ديال الماء وشويه ديال الزيت، كنخلطهم مزيان حتى كتطلق عندي العجينه. وديك الساعه كنحاول انني نسد بها البسيطلات ديالي. كندير الاولى يعني كنديرها ونعاود ثاني نقلب كيف ما كتلاحظوا البسيطلات ديالي، وكنسد نعاود ثاني واحده اخرى، يعني حيت كنسدها كيف ما لاحظتوا معايا كنعاود عليها ورقه اخرى باش الا طابت البسيطلات ديالي ما يطرطقوا ما حتى شي حاجه في الطياب. وصافي ونبقى غادا مع فحال هكا، يعني بشويه بشويه حتى كنكمل. غير واحد الملاحظه ان الحشوه ضروري ما كتكون بارده، ما نديرهاش سخونه، لان الا درتوها سخونه ضروري ما الورقه ضروري ما كتطرطق، يعني كتولي بحال كتشرق بحال هذا. اللهم من الافضل اننا نخليوها حتى كتبرد تماما عاد باش كنبداو نعمروا بها. وصافي وانا غادا هكا حتى كنكمل داكشي اللي عندي. كيف ما قلت لكم بالنسبه لرمضان راه تبارك الله كيحتاج هكا شهيوات كل مره، يعني كنبقاو خصوصا هكا المملحات وهكا شي حاجه مالحه، بسيطلات مالحين، البريوات وداكشي، وخصوصا اي حاجه مالحه اللي كتماشى بزاف في رمضان اكثر من الحلو. المهم نبقى غاديه بحال هكا كنستمر على هاد هكا حتى كنكمل البسيطلات كاع اللي عندي. ناخذ شويه ديال الزيت كندهن ليهم الوجه مزيان، وندخلهم للفران حتى كياخذوا حقهم من الطياب. وديك الساعه كنخرجهم كنزينوهم على حسب الموجود وعلى حسب داكشي اللي كاين. بالنسبه لي انايا زينتهم هكا بالفرomage وشويه ديال الحامض وشويه ديال الليشو. صافي وكيتقدم كلشي بالصحه والراحه. هذا هو البسيطلات ديالنا، هذا هو الشكل ديالهم النهائي. تبارك الله كيجيو هائلين وكيجيو زوينين بزاف ولداد، ما فيهم شي حاجه كثيره، ما فيهم شي تعقيدات، ما فيهم حتى شي حاجه، يعني شي حاجه بسيطه بزاف. تقريبا داكشي كاع اللي موجود غير في الدار، داكشي اللي محطوط في الدار هو اللي درت، يعني ما كاين شي حاجه كثيره او لا هذا، غير على حسب الموجود. المهم الانسان غير باش يقدر، كما كتعرفوا بان تبارك الله راه رمضان مع تبارك الله 30 يوم، راه الانسان راه ما يدير في الشهوات وتبارك الله كينوع. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم
ما تنسونيش بلي لايك وبالتعليق المحفزه. كنرحب بكل الناس الجداد اللي انضموا للقناه يتابوناو ويفعلوا الجرس باش يوصل كل جديد وكل مفيد. شكرا على المتابعه ديالكم على الفيديوهات ديالي وعلى التشجيعات ديالكم. الى فيديو اخر تنقول لكم شهيه طيبه، الله يستر امورنا واموركم بالخير. مع تحيات سناء عنبري ونهاركم مبروك.